بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جاي لكم النهارده في فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. قبل ما نبدا الفيديو حابه ارحب بكل اخواتي وحبايبي اللي مشرفيني ومنوريني من كل مكان. وجودكم في قناتي شرف ليا وتاج على راسي. بشكر كل الناس اللي دايما بتعلق لي كده وبتشجعني انزل فيديوهات على طول. يا ريت بقى اللي يشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني اشعار بكل جديد بنزله. نبدا بسم الله. زي ما انتم شايفين كده جهزت بقى الولاد ونزلوا بقى المدرسه وتوكلوا على الله. قلت بقى اخلص المطبخ بتاع النهارده وشويه تنظيفات فيه كده، والحق بقى الساعه بتاعه البدريه دي، عشان ساعه البدريه فعلا ساعه منسيه وبيبقى فيها بركه حلوه جدا. آه، البركه في البكور دايما. لو انت مثلا مكسله عن اي حاجه، استغل الساعه بتاعه الصبح دي. لو ما بتصحيش بدري، لو عودت نفسك مثلا تصحي ساعه بس قبل ميعادك، تخلصي بقى كل شغل بيتك اللي انت مكسله عنه بقاله فتره مثلا او ما عملتهوش. هتعملي بقى الصبح كده بتبقي بقى نشيطة كده، مفيش بقى خمول ولا كسل ولا أي حاجات من دي. أول ما بصحى كده بفتح بقى الشبابيك بتاعة الشقة كلها كده، عشان الهواء يدخل بقى في الشقة أو الشمس. بيخلي الواحدة بقى عندها طاقة إيجابية كده، تبقى نشيطة بتعمل بقى كل حاجة مكسلة عنها. فأنا قلت بقى خلاص كده أنا هغسل بقى المواعين أهي، وهنضف بقى المطبخ وامسح برضو البوتاجاز، واخلص بقى كل حاجة ورايا كده. وكنت بقى هعمل فطار، افطر وبعد كده انام ساعة او ساعتين، واصحى اجهز بقى الغدا يكون الولاد على وصول، يرجعوا يلاقوا بقى الاكل جاهز وكده. يعني تقدري تخلصي شغل بيتك كله في ساعة واحدة بس، وممكن اقل من ساعة. وبعد كده تنامي بقى ساعة او ساعتين ترتاحي، او مثلا عايزة ترفهي عن نفسك، تعملي بقى اي مشروب دافي كده، اي حاجة تغير مزاجك تغير مودك كده، بحيث تخلي دايما عندك نشاط وحركة وحيوية كده. غسلت بقى المواعين اهي وخلصتها ونضفت بقى الحوض. هشوف بقى البوتاجاز اهو، امسحه مسح بسيط كده، لان يعني ما كانش عليه بقى رواسب ولا دهون ولا حاجات كتير. بمسحه بقى بالبخاخة دي، حلوة جدا بتنضف بسرعة قوي لو في اي حاجة عليه كده، او مثلا على العيون او الحوامل بتشيلها على طول. لو انت عندك بقى العيون او الحوامل عليها يعني حروق كتير او دهون كتير، بتجهزي بقى خلطة كده، بتجيبي رتل مية مغلية وتحطي عليه معلقة كبيرة من النشادر ومعلقة كبيرة من ملح الليمون وشوية بريل كده، وتقلبوهم بقى مع بعض وتنقع فيها الحوامل أو العيون بتاعة البوتاجاز. الكربونات أو ملح الليمون بيفور كل الحاجات دي، لو فيها حروق من زمان قوي بتفورها بسرعة كده. هتنقعهم بقى على ما تمسحي بقى البوتاجاز كده. مجرد ما تخلصي بس مسح البوتاجاز وتمسكي بقى الحروق دي تعملها بصبعك كده، بتلاقي كل حاجة باشت ونضفت معاك. خلاص كده مسحته بقى. همسحه برضو من بره اهو. انا دايما ايدي فيه اصلا، يعني دايما بمسح على طول بعد كل استعمال، فما باخدش معايا وقت، يعني بمسحه بقى سريع سريع كده، زي ما انتم شايفين اهو. برضو لو عندك الحوامل عليها حروق كتير ومش عارفة تغسليها برضو، بتولعي فرن البوتاجاز كده او اي فرن عندك، لو عندك فرن بلدي بتولعيه لغاية ما يسخن خالص. وبعد كده بتطفي عليه وتحط بقى العيون دي على صهد الحمو بتاع الفرن، لغايه ما الحروق او الدهون او كل حاجه تسيح من عليه. وبعد كده بتنقعها في الخلطه اللي انا قلت لك عليها. امسح برضو الرخامه اهي. الرخامه انا حاطه عليها مفرش كده، وحاطه الورق ده تخين شويه، عشان لو مثلا حطيت عليها حاجه سخنه او اي حاجه. اوقات بعمل مثلا قرص فطاير بقطعها بالسكينه كده، فدايما بتقطع بقى المفرش بتاع الرخامه، فبغيره كل ما بيتقطع كده، فمش بنايض عليه بصراحه يعني. فحطيت بقى الورق ده حافظ عليه شويه، ورق تخين كده وعليه يعني طبقة زي البلاستيك كده. هلم بقى السجادة حطيتها بقى في البلكونة اهي. شايفين بقى لسه الجو بدري اهو، يعني انا خلصت كل ده ما كملتش ساعة. هكنسه بقى كده وبعد كده همسحه. دايما اي حاجة مثلا ما عملتهاش او كانت متأخرة عليكي مكركبة عليكي او كده، لو قمت بس ساعة بدري بتخلص كل الحاجات دي، ما بتحسيش بالوقت خالص ولا بالمجهود ولا بالتعب. لان انت بتبقي لسه قايمه فايقه، يعني صحتك لسه مثلا بقوتها كده، لسه ما اهلكتهاش بقى في التنظيف ولا في الشقه ولا في اي حاجه، فبتحسي انت نشيطه كده. حطيت في الجردل ميه وحطيت عليهم شويه بريل وشويه ديتول ومعلقه كبيره برضو من نشادر ومعلقه من ملح الليمون، عشان هي اللي بتشيل الدهون اللي بتبقى بين فواصل البلاط.
بتبقى حوالين البوتاجاز كده. كل الحاجات دي بتشيلها على طول. وحطيت شويه دون كده عشان يدي ريحه برضو حلوه للمطبخ كده. وبمسح بقى على طول اهو. دايما الاماكن اللي بتلاقي فيها مثلا دهون او رواسب كتير، زودي بس في الخلطه بتاعتك او اي خلطه بتستعمليها، حطي عليها معلقه كبيره من النشادر ومعلقه كبيره كده من ملح الليمون. استنيت بقى لغايه ما البلاط نشف كده، ونفضت برضو السجاده في البلكونه. وبعد كده فرشت اهو. جينا بقى للغدا كده. هنعمل بقى غدا خفيف كده زي ما انتم شايفين اهو. هنعمل بقى رنجه. معايا بقى الرنجة اهي. انا ما بسيحهاش على عين البوتاجاز كده، لا انا بشيل بس الديل والراس وبقطعها نصين زي ما انتم شايفين اهي. وبجيب بقى طاسة على البوتاجاز واحط فيها شوية زيت، يعني معلقة كبيرة كده من الزيت، وبستنى بقى لغاية ما الزيت يسخن واحط بقى الرنجة كده. ده بيخلي طعمها حلو جدا بدل ما تعملها بقى على عين البوتاجاز وتوسخ الدنيا. الطريقة دي حلوة برضو، جربوها وهتعجبكم قوي يعني. بستنى بقى لغاية ما الرنجة كده يعني تاخد طشة كده في الزيت، بيبقى طعمها حلو جدا. شايفين؟ كأنك هتقليها كده بس ما بتاخدش وقت يعني القلي بقى وكده. مجرد ما تحس ان هي ساحت وريحتها طلعت كده. شايفين؟ انا بعملها على طول كده، بيبقى طعمها حلو جدا، لان انا جربت برضو اللي على عين البوتاجاز لقيت ان دي احلى بكتير اهي. ممكن بقى تعملي جنبها سلطة طحينة. انا عندي برضو لما بجيب الرنجة بيبقى حجمها كبير شوية ومبطرخة، بتطلع بقى البطاريخ وبعملها بقى بفلفل وطماطم كده، وبقللها يعني بصل على البوتاجاز. وبحط عليها فلفل والطماطم، وبعد كده بحط البطاريخ بقطعها حتت صغيرة كده. وسلطة الطحينة وكده انا قطعت برضو بصل اهو، حطيت عليه شوية توابل، حطيت ملح، وحطيت شوية كمون وفلفل اسمر وكزبرة. حطيت برضو شوية خل اهو، وعصرت ليمونة، وبقلبهم بقى مع بعض. وجهزت برضو خيار وطماطم وشيبسي اهو. حطيت برضو كولا. وكده الغدا بتاعنا زي ما انتم شايفين بسيط خالص. يا رب الروتين بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس وتعليق حلو كده عشان تشجعوني. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.